السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكاتره ثالثه ثانوي، بعد ما خلصنا سبورت موفمنت اسئله الامتحانات السنين اللي فاتت، ان شاء الله هنخش النهارده على شابتر الهرمونز، وده شابتر مهم جدا، وده لان هو بيرتبط بالايه الريبرودكشن بنسبه كبيره جدا. سؤال ونفهم التريكات، وان شاء الله مع بعض هنقفل البايو. بيقول لحضرتك the opposite graph shows the result of a study done by one of the scientists for the effect of increasing concentration of oxygen لزياده تركيز الاكسجين على النبات او خلايا النبات. Which of the following could be concluded from studying this graph؟ نستنتج ايه من الجراف ده يا رجاله؟ اول حاجه عندك هنا الجروس، النمو بيعلى مع زياده الاكسجين وبعدين بيقل تاني لو الاكسجين زاد عن حده قوي. وهنا دوت الليميتد ديفيجن. كده معنى كده ان الديفيجن دوت ثابت، معنى كده ان الاكسجين ملوش دعوه بعدد الخلايا لكن ليه دعوه بحجم الخلايا. ده الجروس إيلونجيشن، يعني حجم الخليه هو اللي بيكبر لكن مش عددها. Increasing concentration of oxygen lead to an increase in the growth of the cell to a certain limit. ان الزياده لتركيز الاكسجين بيؤدي لزياده في نمو الخلايا لليميت معين، فدي اكيد الاجابه ان شاء الله هتكون الصح. Oxygen have no effect on the cell growth، يعني الاكسجين ملوش تاثير على الجروث. طب ما ليه تاثير على الجروث اهو. Increasing concentration of oxygen lead to a continuous increase in the growth of the cell. continuous increase يعني كل ما الاكسجين زاد على طول continuous معدل نموه بيعلى؟ لا طبعا. طب رقم دي the rate of the cell division decrease. اولا السيل ديفيجن ثابته، فما ينفعش اقول ايه the cell division decrease، يبقى دي الجمله دي ما يختارهاش الا الطالب ايه احول. السؤال الثاني the opposite table shows the response of 4 endocrine gland. دول 4 endocrine gland عندنا to the pituitary gland hormones in the human body. What do you expect the gland number 3 to be؟ تتوقع الجلاند رقم 3 دي ايه؟ اولا دي جلاند رقم 1 الريسبونس ما بتستجيبش، 2 ما بتستجيبش، 4 ما بتستجيبش. يبقى في 3 اجزاء هم، او تاخد معلومه ان في 3 حاجات البيتيوتري جلاند مش بتاثر عليهم. طب هل هي البنكرياس؟ لا طبعا، البنكرياس ما بتتاثرش بالبيتيوتري، هو عايز اللي بتتاثر. ستومك ما بتتاثرش بالبيتيوتري. ميدالا اوف ادرينال جلاند تاثير تحت النيرف العصب مالهاش دعوه بالبيتيوتري، الكورتكس بس هو اللي بيتاثر. كورتكس وادرينال جلاند كورتكس. طب ليه كورتكس؟ قال لك لان الكورتكس بيفرز هرمون من البيتيوتري جلاند اسمه ACTH، اختصار لكلمه ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. In one of the experiment on the oat plant, the plants were divided into 3 groups. تم تقسيم النباتات لثلاث مجموعات. As shown in the figure. The first group أول مجموعة growing tip was separated from the plant by metal plate. أول مجموعة تم فصلها عن طريق الميتال بليت. ميتال بليت يعني حتة حديد، صفيحة حديد. وسكند جروب the growing tip was separated from the plant by gelatinous. حاطين هنا مادة جيلاتين. واحنا عارفين ان قمة النبات اللي هي التيب اوف كوليوبتايد دي بتطلع هرمون اسمه اوكسين هرمون. third group the growing tip was separated تم فصلها from the plant then reconnected directly يعني رجعناها مرة تانية كده دايركت من غير لا مادة لازقة ولا بتاع. after few days بعد مرور ايام it was noticed that the plant of the first group النبات بتاع المجموعة الأولى stop. طب ليه stop؟ لأن الميتال مش هيعدي الأكسجين اللي فوق هنا لأجزاء النبات التانية، وبالتالي هنا النمو هيتوقف. stop while the growth of the second، لكن رقم 2 ورقم 3 كمل. معنى كده ان هنا النمو كمل رغم ان التب مش ملتصقه دايركت مع النبات. امال في جيلاتين. What is the explanation for these results؟ Continuing growth in the second and third group proves that oxygen have no role in growth، يعني ملوش تأثير في الجروث. growth stopped in the first group، النمو توقف في المجموعة الأولى because the growing tip loses its ability to secrete oxygen. برضه غلط. It isn't conditioned the presence of direct contact between the growing tip and the plant for the passage of the oxygen. أقول له مش شرط يبقى في دايركت كونتاكت ما بين التب والنبات، لأن طبعا ما بين التب والنبات في مادة جيلاتينية، كانت مادة برضك تعتبر مادة جيلاتينية هي فاصل ما بين التب والنبات، ولكن المادة الجيلاتينية بتعدي مادة الأكسجين عادي، وبناء عليه ان الدايركت كونتاكت مش شرط يكون موجود عشان الاكسجين يأثر. There must be a direct contact، لازم يبقى فيه دايركت كونتاكت. الكلام ده مش صح بدليل الجيلاتين الاكسجين انتشر من خلاله، ومادة الجيلي بتنتشر الاكسجين من خلاله.
نمبر 4 بيقول the opposite figure shows the role of the two hormones secreted from the same gland. حلو جدا. study it then answer which of the following is considered. بالمناسبة ده بارت من السمول انتستين، ده الديودرم. الديودرم أو جزء من السمول انتستين. بلاد جلوكوز، جلوكوز الدم اللي بيجي من السمول انتستين اللي هي الإليوم بقى، طالما ده كده إيه امتصاص يبقى الإليوم. فحصل إن الجلوكوز تم امتصاصه في الستيج نمبر 1. خلاص مين اللي بيخلي الجلوكوز يخش جوه الكبد؟ الانسولين يا رجاله. بيخلي الجلوكوز يخش جوه الكبد وبيحوله الى جلايكوجين. وبعدين الجلايكوجين يتحول لجلوكوز تاني، يبقى ده الجلوكاجون هو اللي بيعمل الحركه دي. وبعدين الجلوكوز بيخش جوه الخلايا، يبقى الانسولين تاني. هرمون ديفيشنسي، نقص الاكسجين في المرحله رقم 1 is accompanied by decreasing the level of glycogen in the liver. بص يا رجاله، لو ان الهرمون رقم 1 ده قل اللي هو الانسولين، فده معنى كده ان الجلايكوجين هيقل، وده حاجه ثابته. طب ليه ثابته؟ دي حاجه طبيعيه. هو الهرمون رقم 1 ده انت مطلعه اللي هو مين؟ اللي هو الانسولين، اللي بيحول الجلوكوز من اللي موجود في الدم الى جلايكوجين جوه الكبد. فالاجابه عندنا هتبقى رقم A. هرمون اليفيشن ارتفاع في المرحله رقم 1 اذا كومبايند باي ديكريزنج ليفل اوف جلايكوجين. ازاي بقى؟ انا بقول هرمون رقم 1 بيرفع الجلايكوجين عن طريق ان هو بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، فده غلط، يبقى دي كده غلط. هرمون ديفيشنسي، نقص هرمون in the stage 3 في المرحله رقم 3 اذا combined by increasing the level of glucose inside the cell. هيرفع، لو نقص هيرفع الجلوكوز جوه الخلايا. ازاي؟ ما هو اللي بيدخله الخليه اصلا. ازاي؟ هرمون elevation ارتفاع الجلوكوز، الهرمون in the stage 2 في المرحله رقم 2 اذا combined by decreasing the level of glucose in the blood. اقول له هرمون ارتفاعه في رقم 2 هيؤدي الى نقص الجلوكوز في الدم. غلط، ده هو بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز اللي هو هرمون الجلوكاجون. فكل جمله ليها معنى او ليها مقصود جلوكاجون. السؤال الخامس A person performs a blood test for TSH. TSH ده اللي هو الايه؟ Thyro stimulating hormone، الهرمون اللي بيحفز الغده الدرقيه. And the analysis result appeared at the shown in the opposite table. If it doesn't suffer from any defect in the pituitary gland. الست دي ما عندهاش اي مشكله في البيتيوتري جلاند. What may this person suffer from؟ يعني ايه الراجل ده؟ اولا هنا تركيز TSH 10.5. خلاص؟ 10.5. والنورمال رينج بتاعه من 0.5 ل 5، يعني من نص ل 5. صح؟ معنى ان TSH عالي ان انا عمال ابعت اشارات للثيرويد جلاند عشان تفرز، فهي ما بتستجبش اكيد. يبقى العيب في الثيرويد جلاند. طب ليه من العيب ما في البيتيوتري؟ ما البيتيوتري بتعمل شغلها، انا هبعت اشارات عشان تستجيب، عماله تبعت لها ما بتستجبش، فبتزود افراز TSH نتيجه لوجود خلل في الثيرويد جلاند. فبقول له الراجل ده اكيد الثيرويد جلاند ما بتطلعش ثيروكسين. هو الراجل ده ادلت ولا مش ادلت؟ بيرسونز مش عارف ايه ماشي. هل اكزوفاسيليميك جويتر؟ الراجل ده عنده تضخم جحوظي؟ لا طبعا الراجل ده ما عندوش تضخم جحوظي. خلاص؟ لان هو بيقول لك ايه؟ doesn't suffer from any defect in the pituitary gland what may be cause. الراجل ده عنده ميكسوديما. الراجل ده عنده ميكسوديما، اختارها لان دي اكيد عنده نقص الثيروكسين هرمون اللي موجود في الادلت. طب ما ممكن يكون موجود مثلا في الشالدود، بس هو مش جايب حاجه على الشالدود اللي هو الكرياتينيز مثلا. فبقول elevated iodine level in the body ولا الهايبوسكريشن اوف كالسيتونين هرمون. فالاجابه الادق عندنا هتكون ميكسوديما. ليه الميكسوديما؟ بالراحه، عشان هو قال البيتيوتري جلاند سليمه. تعال افكر معاك ازاي السؤال حلو. البيتيوتري جلاند نورمال، وقال ان الثيروكسي ان هي عماله تطلع TSH بكميه عاليه، يبقى اكيد الثيرويد جلاند مش عارفه تستجيب لها، عشان كده هي عماله تقول لها قومي فريزي قومي فريزي قومي فريزي، فالثانيه مش عارفه تستجيب لها. السؤال السادس بيقول لي what is the reason for decreasing fertility rate in 25-year-old female. 25 سنه البنت، يبقى اكيد البنت دي عندها مشكله في هرمون FSH اللي هو الفوليكال ستيميوليتنج هرمون اللي بيحافظ على تكوين الجرافيان فوليكل حوالين الاوفم عشان يبدا بعد كده يتفرز الاستروجين اللي هو نفسه بيحافظ على LH. فالقصه كلها ان هي عندها مشكله في FSH. فبقول له continuous secretion of estrogen هرمون، ده هرمون الانوثه، ولا هايبو سكريشن؟ هقول له هايبو سكريشن FSH.
لان الاف اس اتش لو قل ده بيعمل مشكله كبيره جدا عند البنات، وده ممكن يعطل الدنيا. What is the explanation for these results? Continuing growth. خلاص. السؤال السابع. The opposite graph illustrates the relation ما بين change of the hormones activity، عايز يحدد العلاقة ما بين الهرمونات، نشاط الهرمون والفيتال بروسيس العمليات الحيوية which is affected by this hormone. ماشي. What is the conclusion about the role of this hormone؟ ملاحظين ان انا عندي هنا الهرمون بيعلى، وكل ما بيعلى هرمون الفيتال بروسيس بتقل، فالعلاقة هنا indirect. معنى كده ان الهرمون ده inhibitor يعني بيعطل، يبقى الإجابة اسمها inhibitors. inhibitors يعني مثبط، ان هو بيعطل العمليه الحيويه دي. What are types of stimuli؟ ايه نوع الاشارات for the exocrine and endocrine gland of pancreas؟ يا جماعه بالراحه وركزوا معايا. اولا الاكزوكراين يا رجاله انها بتطلع ايه؟ انزيماتيك، والانزيمات بتاعه البنكرياس يا شباب ما بتتفرز الا باشاره هرمونيه. افتكرها كده دايما، انزيميه باشاره هرمونيه، انزيميه باشاره هرمونيه. اما الاندوكراين جلاند اوف ذا بنكرياس اللي هو افراز الانسولين والجلوكاجون، ودول بيتفرزوا بناء على كميه الجلوكوز في الدم، يبقى الاماونت بتاعت الجلوكوز انتو بلاد. هرمونال concentration of certain substances in the blood، فالاجابه طبعا هتكون رقم ايه. مش محتاجين نقراهم لان هي اوريدي معاكس الاجابات ملهاش لازمه. انت فهمت الفكره ان ده هرمونال وده ايه؟ amount of substance، كميه الجلوكوز في الدم، لو علي بيفرز الانسولين، لو قل بيتفرز الجلوكاجون. السؤال رقم 9 بيقول the opposite figure illustrate the thyroid gland in the human. What is the indications؟ ايه هي الانديكيشن او الحاله that is this figure is a posterior view؟ ايه هي الحاجه اللي بتقول لك ان ده البوستيريور فيو بتاع الثيرويد جلاند؟ الثيرويد جلاند بتبقى عامله كده، لو الاسمس او البربغ ده اللي هو بيربط بين التو لوبز مش موجود يبقى دي كده بوستيريور، يبقى انا كده شايفها بوستيريوري او شايفها بالخلف، بدليل ان انا جايب التراكيه كده والاسمس مش ظاهر، فبقول له ان التو لوبز مش باينين هم ملتحمين. ذا ابيرنس اوف باراثيرويد جلاند غلط، ذا ريد كلر اوف ذا تو لوبز غلط، ذا ابيرنس اوف تو فيزيكال غلط، ذا تو لوبز ارنت كونكتد يعني الفصين مش مرتبطين. السؤال رقم 10 What is the role done by Claude Berner in the discovery of hormone؟ دور كلود بيرنر هو قال ان الكبد بيعمل نوعين من الافرازات، انترنال ان هو بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، واكسترنال ان هو بيطلع بايل جوس. تعالوا نشوف كده الاختيارات. Considering the liver as endocrine، هو ما قالش endocrine. Illustrating the presence of different types of secretion، هو وضح ان الكبد عنده افرازات داخليه وخارجيه، لكن ما حددش ان الكبد اندوكراين والكلام ده ولا اكزوكراين ولا الكلام ده خالص. Consider liver is mixed طبعا. Identifying the component of the bile juice، هو حدد البايل جوس ان هي ايه؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده. سؤال رقم 11 بيقول Study the following table that expresses the result of medical analysis that measures the concentration of ACTH hormone and aldosterone hormone in the blood then determine. هنا جايب ال ACTH خلاص 10.5 والنورمال ريشيو بتاعه من نص ل 2.5، فمعنى كده ال ACTH ده عالي جدا، ده البيتيوتري جلاند. والالدوستيرون 25 و5 ل 10 بردك عالي جدا، يبقى انا بكتب هنا ان هو عالي بالبوزيتيف كده وعالي. What can you conclude؟ A disturbance occurred in the adrenal gland cortex only. هل ده خلل في الادرينال جلاند كورتكس؟ طب ما الخلل جاي من فوق من عند البيتيوتري جلاند. خلاص كده جاي من عند البيتيوتري جلاند. The adrenal gland cortex respond to hyperactivity of the pituitary gland. والله ايه؟ البخ يا جاري يا كلب يا سيدي، انت يا بيتيوتري جلاند بتبعتي لي فانا هفرز كتير. فده ممكن يكون خلل من عند البيتيوتري جلاند، ودي ادق اجابه موجوده. طب تعالى نقرا اجابتين تانيين ليه غلط. Pituitary gland works normally with enlargement of the adrenal gland. يا راجل يعني لو حصل تضخم في الادرينال جلاند البيتيوتري جلاند تشتغل عادي. Both of the two glands work normally. ازاي اصلا والاثنين عاليين؟ فدي اجابه ممكن تبقى بالسنس للطالب حتى اللي مش مذاكر، ممكن هو يجيبها بطريقه سهله جدا. سؤال رقم 12 بيقول A researcher باحث measured the change of the length of the plant stem
growing in suitable conditions before and after removing the plant growing tip. Which of the following graph express the result during this experiment. عايز يعرف الريزلت بتاعت الاكسبيرمنت ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده ان بيفور وافتر ده اللينس بتاع الستيم. مش انت شلت القمه بتاعت النبات، خلاص اللينس الستيم يثبت زي ما هو، فالاجابه عندنا هتكون الاجابه رقم دي. طالما انا شلت القمه. 13 What is the solution؟ ايه هو المحلول that can be used by a farmer to activate the growth of fruit on sugarcane cutting؟ جايبين قطع من الشوجر كان فبنرش محلول عشان يحفز النمو. كلمه جروس الونجيشن يبقى اوكسين. طب انا مش لاقي اوكسين موجود، عشان انت اللي مش مذاكر كويس في شابتر الريبرودكشن كان مكتوب اوكسين او اندول اسيتيك اسيد. اختار اندول اسيتيك اسيد. 14 The following table الجدول اللي قدامك illustrates بيوضح the result of analysis that's carried out for a person study it then answer. ده هرمون ال TSH وده الثايروكسين. ال TSH بتاعنا عالي جدا من 0.1 ل 0.5. الثايروكسين 500 من 50 إلى 100. الثايروكسين عالي وال TSH بردك عالي. بعدين بيقول لي what can we conclude from the study of this analysis؟ هستنتج ايه؟ disturbance in thyroid gland، هل هو خلل في thyroid gland؟ ولا increasing percentage of the iodine؟ ولا pituitary gland works normally يا راجل pituitary gland؟ ولا disturbance in secretion of the adenohypophysis part of the pituitary gland؟ اقول والله الراجل ده عنده خلل في الادينوهايبوفيسيس بارت اللي هو الانتيريو لوب. الانتيريو لوب ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيطلع التي اس اتش بس، وبناء عليه الثايرويد جلاند استجابت للعبط ده. 15 Which sentence describes the research of Claude Bernard correctly؟ كلوب بيرنر تاني بعلماء تاني. بايل جوس has a role in digestion. هو ما قالش ابدا ان البايل جوس ليها دور في الهضم. The liver has a role in maintaining sugar level in the blood. ان الكبد بيلعب دور في تنظيم السكر. The liver is considered endocrine. ولا the liver secrete bile juice in the alimentary canal. الراجل قال يا جدعان ما جابش سيره ان الكبد بينظم، لان الكبد منظم بناء على محفز هو الهرمون، وبناء عليه the liver secretes bile juice. دي ادق اجابه، ان الكبد بيفرز عصاره البايل جوز. ده قالها فعلا، قال انها عصاره خارجيه، وقال ان الجلايكوجين عصاره داخليه. فالاجابه الصحيحه هتكون رقم دي. 16 Study the following table that illustrates the results of the clinical investigation for three adult people having the same age. The first, the second, the third. هارت بيتس هنا 55، ومعدل ضغط الدم 80 على 100، ونبض والكتله الحجميه بتاعته 150 كيلو جرام. هنا 80 معدل نبض قلبه، وضغط الدم عنده من 90 ل 130، والنبض القلب 70 كويس جدا، او الحجم بتاعه 70 ممتاز. نبض قلبه 75 حلو جدا، ولكن نبض القلب عالي جدا 150، والوزن بتاعه 90. برضك which person may suffer from hypothyroidism. تعال نترجم السؤال. hypothyroidism معناه ان هو الثايروكسين عنده قليل جدا، والثايروكسين لما يقل بيحصل حاجه اسمها الاوبيزيتي. فانا هنا بعتمد على الوزن اكتر في اختيار الاجابه. فهنا وين وزنه اكتر 150 يبقى خلاص، يبقى الاجابه تبقى رقم ايه. كمان بيجي له نقص في معدل نبضات القلب. عدد نبضات القلب بتاعته 55 مثلا، ده عدد قليل جدا. المفروض عدد نبضات القلب 70 نبضه في دقيقه، وبالتالي 55 ده قليل جدا. يبقى الاجابه عندنا ذا فيرست. 17 Which is the following isn't considered reason for increase the secretion of calcitonin hormone؟ مش مسؤول عن، مش سبب ان الكالسيتونين هرمون ان هو يقل. decreasing calcium in the bone، هل نقص الكالسيوم في العظام؟ طب ما نقص الكالسيوم في العظام ما يعتبرش سبب. نقص الكالسيوم في العظام هيخلي الكالسيتونين يعلى. انت بتتكلم في ايه؟ هو هيسيب العظم بتاعه كده اللي هو الحارس عليه يقل كده؟ لا طبعا، هيبعت يجيب له على طول والكالسيتونين يعلى. increasing the rate of calcium absorption from intestine، ما لو الكالسيوم ممتص كتير من الانتستين هيعلى الكالسيوم في الدم، وبالتالي هيروح له العظم برضك. temporary increase of the activity of parathyroid. طيب الزياده المؤقته، طب ما عادي جدا الباراثايرويد بتعلى مؤقتا في الافرازات بتاعه الباراث هرمون. decreasing the rate، ولو كان الكالسيوم قليل في الدم decreasing the rate of calcium absorption. والله لو الكالسيوم بقى اللي بيتم امتصاصه من عند السمول انتستين كان قليل، ده بيستدعي ان الكالسيتونين معايا كده يبدا بقى ان هو ايه،
معايا كده، يبدا ان الكالسيتونين ده يبدا ايه؟ يحصل له مشكله نتيجه لهبوط الكالسيوم من الانتست. يبقى الاجابه عندنا تبقى رقم كام؟ رقم دي. السؤال رقم 18. Which of the following statements describes Starling study of the pancreas correctly؟ ستارلينج يا جدعان قطع العصب وبعدين قال ان البنكرياس بيجي له اشاره غير عصبيه. بنكرياس از ذا دكتور، ما قالش الكلام ده، ولا دكتور ولا دكتورز. Islets of lung grinds consist of alpha and beta، ما قالش الكلام ده برضه. Stimulation of pancreas isn't affected by nervous stimulus only. Pancreatic acini are responsible for secretion of pancreatic enzyme. تسعتاشر. When a person eat a meal rich in starch، راجل كل نشا كتير مكرونين. The illustrated process in the following table occurred. Study this table then answer. Pancreatic enzyme secretion افرازات البنكرياس. The rate after eating the meal كان 20 from النورمال بتاع من 40 ل 90. خلاص؟ يبقى هو the rate after eating the meal from يبقى هنا ايه؟ قليل شويه بالنيجاتيف. جلوكوز ابزوربشن، معدل امتصاص الجلوكوز بردك كان قليل جدا. Passing of glucose inside the cell يعني شويه نورمال. جلوكوز اوكسيديشن بردك شويه نورمال. Knowing that each process of the four process occur under the effect of certain hormone، كل عمليه من دول بتتم تحت تاثير هرمون. Which of the following hormones aren't secreted in normal way؟ يا ترى مين الهرمون اللي بيأثر بالسلب؟ اولا امتصاص الجلوكوز ده من خواص الثايروكسين. الثايروكسين اهو. طيب وكمان عندي هنا بنكرياتيك انزيم عشان تتفرز محتاجه سكريتين. يبقى اقول هنا ثايروكسين وسكريتين اهو. انا طلعت من الجدول بتاعي ان انا عندي خلل في حاجتين، وظيفتين دول انا عارفهم كويس. امتصاص الجلوكوز من عند السمول انتستين بيتم عن طريق الثايروكسين، والبنكرياتيك انزيمز الجلوكوز من السمول انتستين، والبنكرياتيك انزيم سكريشن بيتم عن طريق افرازات العصاره بتاعه الديودرم باللي بتتفرز اللي هم السكريتين والكوليسايتوكاينين. السؤال رقم 20 بيقول study the opposite graph that illustrates the normal growth rate in the children in the area between x and y. بيقول لك ان النمو العادي ما بين x و y، يعني اي حاجه ما بين x و y ده نورمال عادي، ده كده الجروث بتاعه عادي. خلاص؟ and the D represents 4 children. ABC ده 4 children. Which one of the 4 children suffer from shortage in the growth hormone secretions؟ أنا واحد من دول يعاني من نقص افراز الجروث هرمون. طب يا ترى رقم A ولا B ولا C ولا D؟ اقول له نقص افراز الجروث هرمون هتبقى رقم A. طب ليه رقم A؟ عشان ده اقل من الطبيعي، ما هو الطبيعي دول يبقى الاقل منه اللي A، طب الاعلى منه يبقى D، فالاجابه عندنا هتبقى طبعا رقم A. Study the opposite diagram that represents the effect of 3 hormone X, Y و Z on the different parts of the human body. جايب 3 هرمونات X, Y و Z. What are the glands؟ ايه الغدد that secrete the two hormones X, Y respectively؟ عايز اقول لك على حاجه ان X و Y دول تعال نفكر كده مع بعض. اولا X affects the respiration rate، بيؤثر على معدل التنفس، وكمان بيؤثر في انتاج الاي تي بي، وكمان بيؤثر على معدل هارت بيتس. ده كده بدون وضوح طالما قال لي تنفس واي تي بي طاقه يعني يبقى ده الادرينالين وش كده، يبقى ده كده الادرينالين. خلاص كده انا عرفته. طيب تعالى هنا بص. افكت ذا بادي تمبريتشر بيأثر على درجه حرارتك. افكت اي تي بي ميتابوليزم. افكت ذا ريت اوف هارت بيتس، ثايروكسين لو عالي وقل بيأثر على نبض القلب. افكت ذا بادي ويت بيأثر على وزن الشخص لو بيرفعه ولا بيتخنه يبقى الثايروكسين. افكت ذا ليفر فانكشنز بيأثر على مستوى الكبد. بروديوس اي تي بي بينتج اي تي بي. افكت ذا بادي ويت بيأثر على بادي ويت، خلاص كده بيأثر على وظائف، يبقى ده الانسولين يا رجاله عشان بيأثر على وظائف الكبد. طيب تعال نبص كده بقى مع بعض. بيقول لي what are the glands that secrete the two hormones X و Y respectively؟ اولا X ده يا جدعان ادرينال جلاند، و Y ده يا جدعان الثايرويد جلاند، يبقى الادرينال والثايرويد، فالاجابه عندنا هتبقى رقم دي. What are the glands that secrete Y and Z؟ عايز اعرف الجلاند اللي بتفرز Y و Z هرمون respectively Y and Z. Y الثايرويد جلاند، و Z ده البنكرياتيك جلاند، يبقى ثايرويد وبنكرياس. 22 بيقول
What is the common factors that affect the secretion of both parathyroid and thyroid gland hormone؟ اللي بيأثر على افراز الباراثايرويد والثايرويد هرمونز. اللي بيأثر على الثايرويد والباراثايرويد، هل الكالسيوم ان ذا بلاد؟ الكالسيوم على طول. ما زي يجيبوا سؤال دايركت او كده. خلاص يبقى ليه طيب؟ لان الثايرويد جلاند بتطلع هرمون الكالسيتونين مع الثايروكسين، وده بيطلع باراث هرمون. حلو السؤال ده، العيال بقى اللي يجيب كلية تجارة في شوية. 23 The following diagram represents the two organs inside the human body. organ رقم 1 بيقول لي non-ductal secretions، يعني بيفرز هرمونات. بيأثر على organ رقم 2. وorgan رقم 2 ductal secretions، يعني بيطلع انزيم. Which of the following represents the non-ductal secretion؟ طب عايز اعرف non-ductal secretion دي ايه؟ non-ductal secretions. بص يا رجاله، ده كده السكرتين. طب ليه انا قلت ده السكرتين؟ هعرف افسر بالراحه، لازم استثنى الاجابات. هل ده ADH؟ لا، احنا قلنا في هرمون بيحفز على انتاج انزيم، اتش تحفز اي، الاتش تحفز اي، يعني اورجن ده الديودرم. ده كده ديودرم. وده كده يا رجاله البنكرياس، عشان بيطلع هرمونات بامر من الانزيمات. حافظها معايا كده، بتطلع هرمونات بامر من الانزيمات. Study the two glands 1 and 2. Then determine what is the properties that characterizes each of the two glands 1 and 2. ايه مميزات الغده رقم 1 والغده رقم 2؟ اولا ده الاندروجينز وده الاستروجينز. الاندروجين ده هرمونات الذكوره والاستروجين ده هرمونات الانوثه. خلاص كده؟ هل هما الاثنين اكزوكراين ولا زير هرمون ار سترويدز؟ تمام؟ ولا زير هرمون ار بروتينز ولا زير سكريشن انكريز ديورنج تشايلد هود؟ اقول والله الاثنين دول سترويدز، يعني مواد دهنيه اللي هي السترويدز او اللي هي الستيرويدات. ده الاندروجين هرمونات الذكوره والاستروجينز الاثنين سترويد. اي كلمه ستيرويد، استروجين، اندروجينز، تستوستيرون، ستيرون، اندروستيرون، بروجستيرون، يبقى سترويد. 25 بيقول which of the following isn't considered from properties of ADH؟ مش من صفات ال ADH. ال ADH ده يا رجاله اللي هو بيروح على الكدني، بيعمل ري ابزوربشن للريكوايرد ووتر، وبيلعب على دور الاسمولاريتي اوف ذا بلاد والكلام ده كله. It is transferred through the blood stream، ما بيتفرز في الدم. It keeps the internal environmental of the body، ما هو بيحافظ على البيئه الداخليه عن طريق تحافظه على كميه الميه اللي بتحافظ ساعتها على الضغط والملح. It secretes small amount، طب ما اي هرمون بيتفرز in small ratio. It is not it's secreted by endocrine gland، هو بيتفرز بالاندوكراين جلاند، هو بيتفرز من خلايا اسمها نيورو سكراتوري سيل، نيورو سكراتوري سيلز. سؤال 26 بيقول لي ليبتين هرمون is called city hormones as it reduces the appetite، بيقلل الشهية and organize the quantities، كميات الأكل، بينظم كميات الأكل بتاعتنا that the body needs. What is the hormone who effect antagonize the leptin hormone؟ ايه الهرمون اللي بيعكس الهرمون ده؟ طب بص يا رجاله، ده بيحافظ على انتاج ايه؟ قال لك ده بيحكم في كميه الاكل اللي انا محتاجها. طب بص بقى، الجروس هرمون بيعكس ده. ليه؟ ده مسؤول عن الشهيه، الشهيه عن الاكل، والاكل يعني الدايجيشن، والدايجيشن يعني الديكومبوزيشن او الميتابوليزم. طب ايه رايك بقى ان الجروس هرمون بيعكس ان هو ده بيبني انابوليزم، تاني بيعمل كاتابوليزم، فاقول له اللي بيعكسه هيكون ايه؟ انتاجونايز، يبقى الجروس هرمون هو اللي بيعكسه. رقم 27 What affects the secretion of the two hormone A and B in the opposite diagram؟ ادي هرمون رقم A وادي هرمون رقم B، ودي الجلاند وده الليفر. هرمون الجلاند دي بتفرز هرمون، الجلاند دي بتفرز ايه؟ هرمون على الليفر. طيب accumulation of fats in the liver، هل هو تراكم الدهون على الكبد؟ ولا هرمون of the pituitary gland؟ خلاص percentage of the glucose in the blood؟ ولا percentage of the sodium ions؟ طب بصوا بقى يا رجاله، الجلاند دي هي البنكرياس، فده كده يا رجاله هو البنكرياس، بتفرز هرمون رقم A و B، وده هرمونات انسولين وجلوكاجون. خلاص؟ طب مين اللي بيتحكم في افراز دول؟ هو كميه الجلوكوز في الدم، دول بيحددوا افراز الهرمونين دول.
معايا كده؟ لو زاد لو قل، لو زاد الانسولين بيتفرز، لو قل الجلوكاجون بيتفرز عشان يحول الجلايكوجين الى جلوكوز. يبقى الاجابه percentage of the glucose in the blood. Study the following diagram for the activity of endocrine glands and conclude. ادي اكس بيقول لك هرمون افكت ذا نيفرون، ويبقى ده اي دي اتش. ما هو النيفرون ده يعني كدني، يبقى اي دي اتش. وده هرمون افكت ذا مامري جلاند، يبقى اوكسيتوسين. والهرمونات دي بتتفرز من خلايا اسمها نيوروسكراتوري سيلز. فبيقول لك which of the following distinguish اكس، بيميز الخلايا اللي بتفرز الهرمونات دول انهم نيوروسكراتوري، خلايا عصبيه افرازيه، خلايا عصبيه افرازيه. The opposite diagram represents one of the human body organs. Which of the following graph represents the effect of the hormones A and B on the concentration of substance in the blood. عايز يعرف تركيز هرمون A وتركيز هرمون B على المواد اللي هي تركيز المواد في الدم. بص معايا كده، تركيز هرمون A ده عالي جدا، تركيز هرمون B ده قليل. خلاص، وهنا بيتفرز اكزوكراين سكريشن. فحضرتك شايف كده الهرمونات ديت يا رجاله انها بتاعه او الجزء ده بتاع البنكرياس، انها بتطلع انزيمز وفي نفس الوقت ايه؟ هرمونات. خلاص، كونسنتريشن اوف سيرتن سبستانس ان ذا بلاد اللي هو الجلوكوز. طبعا هو هرمون ايه ده؟ الانسولين. وهرمون بي ده الجلوكاجون. فبيقول لك هنا سبستانس كونسنتريشن، تركيز الماده. هنا بقى الهرمون ايه افكت وهرمون بي افكت. هرمون ايه ده بيقلل الجلوكوز، فهرمون ايه ده نختار البراون بينزل، وهرمون بي ده اللي هو بيرفع الجلوكوز في الدم، يبقى الاجابه تبقى رقم بي. خلاص، مين اللي قال لك ان هرمون الانسولين اعلى؟ لان انا عارف دارس معلومه بتقول باي ايج. باي ايج، فاكرها؟ باي اهو، باي ايج، باي بيتا، اي انسولين، اي الفا، جي جلوكاجون. طبعا بيتا ده كتير جدا، خلايا كتيره جدا، وهي الميجوريتي او الغالبيه الموجوده فين؟ في خلايا البنكرياس. ركز معايا. فالاجابه عندنا تبقى ايه؟ تبقى ايه على طول. 30. Which of the following factor increase the rate of secretion of the gland as shown in the opposite figure? Concentration of sodium in the blood, stimulating hormone from the pituitary gland, ولا nerve impulse reaches the gland، ولا decreasing the gland size. اقول له لا، اللي بيزود الافرازات ان ممكن تستجيب ليه زياده افراز البيتيوتري جلاند عندها. لان لو البيتيوتري جلاند زاد زي ما التيبو اللي خدناه، الثيرويد جلاند عبيطه بتستجيب للعبط ده. 31 بيقول لي which of the following hormone if return back to its normal level after hyper secretion، يعني لو هرمون حصل له هايبر سكريشن فربنا هداه ورجع تاني، يعني زي مثلا تورم في الغده النخاميه بيتيوتري جلاند، فالجروث هرمون بيعلى فبيعمل حاجه اسمها الاكروميجالي مثلا، او الجيجانتيزم العملاقه. طب خلاص عالجناه، الجيجانتيزم هتعالجها ازاي؟ العملاقه خلاص مش هينفع يرجع ايه؟ يرجع تاني، سكه رايح مش راجع، يبقى الجروث هرمون. 32 بيقول لي knowing that Addison syndrome is a damage of the outer part of the adrenal gland. يعني اديسون ده عباره عن خلل في القشره بتاعه الادرينال جلاند. which is the following is resulted from that. طب ايه الناتج عن كده؟ enlargement of the two jaws، ولا bones become fragile تبقى، ولا enlargement of anterior part of the neck، ولا irregular menstrual cycle in females. والله يا جماعه لما بيحصل دامج الاوتر بارت بتاعه الادرينال جلاند فبيحصل خلل في الهرمونات الذكريه والانثويه، وده بيعمل عدم انتظام في الدوره الشهريه. لان انت عارف ان الادرينال جلاند كورتكس القشره بتطلع هرمونات ذكوره اللي هي التستوستيرون، واللي هي الاندروجينز، وبتطلع هرمونات الانوثه الاسترويديال. فلو حصل ورم في الادرينال جلاند ده بيعمل فيمينايزيشن ان ميل وماسكولينايزيشن ان فيميل، يعني ظهور اعراض الانوثه على الولد وظهور اعراض الذكوره على البنت، فده بيعمل مشكله كبيره جدا. سؤال رقم 33. Study the following diagrams that illustrate the activity of one endocrine gland in humans and conclude. ادي endocrine gland بتطلع هرمون معين بيروح على السمول انتستين بيزود امتصاص المونوسكرايب من عند السمول انتستين. What is the factor that affects the activity of this gland that is shown in the diagram? Availability of iodine in the food, availability of calcium in the food, ولا decreasing in calcium level in the blood، ولا increasing the basal metabolic rate. طب ايه العامل اللي بيحافظ على نشاط الغده دي انها تجري الجري تمتص الجلوكوز من السمول انتستين؟ اولا الغده دي يا رجاله هي الثيرويد جلاند،
والثايرويد جلاند بتطلع هرمون ثايروكسين، وعشان يتكون الثايروكسين محتاج له الايودين، فالاجابه افيلابيلتي اوف ذا ايودين. صح؟ وانت عندك ثايروكسين ثلاثي تي 3 وثايروكسين رباعي تي 4، ثلاثي ده معاه 3 ايودين و4 ده معاه 4 ايودين موليكيول. 34 بيقول لك the following figure illustrate two types of glandular cell in human body. What distinguishes gland A from gland B؟ ايه اللي بيميز الغده رقم A من عند الغده رقم B؟ it secrete hormone. ايه بيفرز هرمونات ازاي؟ هو ضغط، ده ما ينفعش. بيفرز انزيم ماشي. it controls the blood sugar glucose، بردك ده انزيمات بتحافظ على هضم الطعام. it controls the metabolic rate، انزيمات. it secrete digestive enzyme، صح، انها بتطلع انزيمات هاضمه اللي هي الدايجستيف انزيم. study the following diagrams and determine gland A و gland B. هنا بيقول لي الهرمون جلاند A بيقول لي هرمون is related to puberty، يعني له علاقه بالنضج، وهنا هرمون helps in completing pregnancy، يعني بيكمل الايه الحمل بتاعه. جلاند B هرمون secreted just before delivery، هرمون بيتفرز just before delivery قبل الولاده. خلاص؟ just before يعني قبلها على طول اوكسيتوسين. اوكسيتوسين ده بيتفرز منين يا رجاله؟ من عند البيتيوتري جلاند. اما الهرمون هيلبس ان كومبليتنج بريجنانسي ده البروجسترون. البروجسترون بيتفرز من الكوربس ايه؟ كوربس ليتيوم. خلاص؟ وهرمون ريليتد تو بيبيورتي كمان له علاقه بالنضج. What distinguishes the cell of the gland A from the cell of the gland B؟ طبعا الكوربس ليتيوم بيتحلل خلال 3 شهور لو هي حامل، وخلال ايام لو هي مش حامل. فهو تمبرري مؤقت. اما بي ده البيتيوتري جلاند فهي حاجه بيرمننت ثابته. فبقول بيرمننت اندوكراين جلاند غلط طبعا. تمبرري اندوكراين جلاند صح. Study the opposite figures and answer what is the effect of the inhibition of auxin on this plant during this stage of its growth. The tree with fully ripened fruits. ايه اللي بيحصل لما يأثر على الاوكسين؟ forming fruits without seed، هيكون فاكهه بدون بذور. wilting fruit، دبلان الفاكهه. stopping vegetative growth، طبعا stopping vegetative growth التنوع الخضري بتاعه ايه او الخضره بتاعته او المواد الخضريه مش هتتكون، وده نتيجه ان الفيجيتيف جروث بتاع الاوكسين مسؤول هو المسؤول عليه. 37 خلاص ناقصنا 3 سؤالين بالظبط في الشابتر ده وننهيه ونخش ان شاء الله على الاميونيتي نظبطه. A person feeds on the large quantity of the carbohydrate in his her meal. What is the consequence of eating these quantities؟ هو كل كميه كربوهيدرات عاليه. Deposition of fats inside the liver ولا conversion of glycogen to glucose غلط طبعا. Person becomes very thin غلط. Decreasing fat غلط. يبقى الاجابه رقم ايه ادق اجابه. طب ليه يا مستر الاجابه رقم ايه؟ ما خدناش في المنهج صراحه. لا خدناها على فكره وانا قلتها لك ان في خلايا اسمها الاديبوز سيلز. الاديبوز سيلز لما تلاقي الكربوهيدرات بقى زادت اوفر وما لقوش مكان تتخزن، هات يد الكربوهيدرات دي حولها لفاتس. خلاص؟ سؤال رقم 38. What is the possible chemical structure of the compound symbolized by A؟ مركب رقم A نازل هنا على الريسبتور مش هيتحد، على الريسبتور مش هيتحد لانه مش شبكله، يعني نون سبيسيفيك، لكن هيركب على دوت، فده كده الغالب هرمونز. لكن هو عايز الكيميكال ستراكشر بتاعه، والهرمونات احنا عارفين ان هو ممكن يبقى بروتين او امينو اسيد او سترويد. Which of the three cells 1, 2 and 3 might secrete hormone when compound A reaches it؟ ايه بقى يا رقم ايه؟ سيل 1 ليه؟ عشان هو سبيسيفيك. Because the hormone is specific. Hormone is specific. ويبقى كده خلصنا شابتر الهرمونز في اقل من ساعه. شكرا لكم باذن الله. نخش يلا على الريبرودكشن وبعده باذن الله سبحانه وتعالى نلاقي الاميونيتي. بالتوفيق سنه ثالثه ثانوي. معاكم دكتور خالد حسن دكتور ماده البيولوجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.